إزاي أوقّف الصوت الداخلي السلبي اللي بيقلل ثقتي بنفسي وتقديري لنفسي؟ 99% من المتدربين اللي بييجوا لي بيسألوني نفس السؤال. السؤال ده كتير بيتكرر، ليه؟ لأن كتير مننا حتى لو الإنسان عنده كفاءة عالية أوي وعنده مهارات كبيرة، بييجي له صوت سلبي جواه كده يقول له أنت مش هتقدر، أنت مش كفء enough، أنت ما عندكش معلومات كفاية، أنت مش هتعرف تتكلم، أو أنت مش بتأدي كما يجب، أنت مش high performer. ليه الصوت ده بيجي لنا وإزاي أتخلص منه؟ ده اللي هنجاوب عليه في البودكاست بتاعتنا من أسئلة متابعينا. خليكم معايا. لما يجي لك صوت سلبي زي ده اعرف منبعه منين. كتير من الأصوات السلبية ما بتكونش أصواتنا إحنا الحقيقية، بتكون أصوات تم زرعها فينا عن طريق الوالدين، عن طريق المدرسين. نظام التعليم أحيانا بيطلب منك البرفكشن، لازم تجيب 100% عشان تبقى ناجح. ما عندهوش إنك يكون عندك سكيلز معينة وبتحبها، لازم تكون بيرفكت في كل حاجة، لازم تكون كامل في كل حاجة في كل المواد. فإحنا بدأنا ننتهج هذا الأسلوب مع أنفسنا. يعني لو حد مثلا شاطر قوي في سكيل معينة بس هو مش شاطر في سكيل تانية، بمعنى حد شاطر جدا جدا في السواقة، حد شاطر جدا جدا في الإدارة، حد شاطر جدا جدا في السباحة، حد شاطر في التكنولوجي، بس بيجي قدام التحدث أمام الجمهور وما هو شاطر، فيقول له نفسه أنا فاشل. المفروض يقول لنفسه في مهارات كتير لازم اتعلمها واتدرب عليها، مش شرط اكون شاطر في كل المهارات، بس لازم اتعلم مهارات جديده واطور نفسي واطبقها، وبالتطبيق الكونفيدنس والثقه بالنفس بتاعتك هتزيد. لكن اللي بيحصل مع المتدربين او بيحصل معانا ان احنا بنبدا نتهم نفسنا بالفشل، وبنبدا نقارن نفسنا بحد تاني شاطر قوي في السكيل اللي انا لسه هتعلمها. يعني بروح لحد شاطر قوي في التحدث الجماهيري واقول انا ليه مش زيه؟ طب ما هي دي مقارنة غير عادلة. يبقى هنرجع تاني الصوت السلبي، شوف ايه المنبع بتاعه، شوف ايه السورس بتاعه، ايه المصدر بتاعه. هل هو جاي منك؟ هل هو جاي من الوالدين؟ هل هو جاي من المعلمين؟ هل هو جاي من تروماز، من ترومات كانت عندك وانت صغير؟ ابدأ اكتب ده، اكتبه ان شاء الله يجي معاك في 10 صفحات. انا عارفة ان الموضوع مؤلم انك تكتب عن خبرات سلبية او خبرات سابقة، بس لو خليت الخبرات دي او خليت الباست الماضي هو اللي يصنع المستقبل، انت كده مش هتعرف تعيش الحاضر. فانا عايزاك تصنع المستقبل من خلال انك تروح بفيجن جديده للمستقبل، مش دايما تصنع الحاضر والمستقبل بتاعك بالماضي. يعني عندي ليدي بتقول لي انا دايما ما بعرفش، بلخبط الدنيا جدا وانا بتكلم قدام الناس، انا ما بعرفش اعمل اي برزنتيشن صح. هي لو فضلت تكلم نفسها كده وفضلت ماشيه بالباست او بالتجارب الماضيه بتاعتها، هي مش هتعرف ابدا تتكلم قدام حد. هي تعمل لنفسها حاجه بنسميها mental block، هتعمل لنفسها، احنا بنسميها بلوك عقلي، او بنسميها ان هي كانها بتضرب دماغها في الحيط. عارفين تقنيه المقاومه؟ ان انا كاني بضرب نفسي في المرايه. انا مش عايزاك تكون كده، انا مش عايزاكي تكوني كده، انا عايزاكي تتعاملي مع نفسك كاحب صديق ليكي. اكتبي او اكتب كل الكلمات السلبيه اللي اتقالت لك عن صوتك، كل الكلمات السلبيه او الخبرات اللي اتقالت لك عن التحدث الجماهيري او انك تتكلم قدام الناس. الاب او الام عندك قالوا لك انت مش واثق من نفسك، انت عمرك ما خدت قرار صح، انت عمرك ما كان عندك مهارات الحزم، انت عمرك ما عرفت تتكلم قدام الناس. وده عشان تجربة واحدة بس. كنت ممكن تكون قمت في ابتدائي أو في إعدادي قمت تتكلم، بس من كتر الخوف والقلق والتوتر نسيت كل حاجة، بدأت ترتعش، بدأ صوتك يرتجف، بدأت تتهز، بدأت الأفكار تتوه منك. فمن فضلك أول حاجة في علاج الصوت السلبي أو النيجاتيف انر فويس إنك تبدأ تكتب كل الأفكار السلبية أو تكتب كل الخبرات اللي أنت تعرضت ليها، عشان تعرف الأولد سيلف بتاعتك هي إيه النفس القديمة اللي محتاج إنك تغيرها. دي أول خطوة، وتعرف المنبع والسورس بتاعها فين. طيب تاني خطوة إنك لما يجيلك النيجاتيف انر فويس تاني أو الأفكار السلبية دي ما تهاجمهاش، بل بالعكس ما تؤمنش بيها. هتجيلك مرة واثنين وثلاثة تاني، بس اضعفها، خلي تأثيرها ضعيف عليك بإنك ما تؤمنش بيها، بإنك تبدأ تقول أنا عايز أتدرب وشوف لك مدرب. وإحنا عندنا في كورس البابليك سبيكينج والفوكال كاريزما إحنا بندربك إزاي تتدرب على تقنيات الثقة بالنفس، تمحي كل النيجاتيف انر فويس بتاعك، تمحي الصوت السلبي ده. بس أهم حاجة تطبق التقنيات دي، أهم حاجة تقتنع إنه الأفكار السلبية اللي بتجيلك دي مش صح، لأنها بتجيلنا كلنا. وعلى فكرة بتيجي للناس الشاطرة أكتر منها من الناس اللي ما بتشتغلش، لأن اللي ما بيشتغلش مش فارق معاه إذا كان بيجيله أفكار سلبية أو لا.
يبقى احنا هنعيد بقى تاني خطوة، هعيد برمجة الصوت الداخلي. لو أنا بقول لنفسي أنا ما بعرفش أتكلم قدام الناس، هقول لنفسي أنا هبدأ أتعلم إزاي أتكلم قدام الناس، أنا هطبق تقنيات الثقة بالنفس قدام الناس، أو هبدأ أتعامل باستراتيجيات التواصل الفعال مع الناس، مع الأفراد، مع أصحابي. يبقى تاني حاجة إعادة برمجة الصوت الداخلي. اكتب 10 صفات أنت نفسك صوتك يكون عليهم. يعني أنا نفسي صوتي يكون واثق، أنا نفسي صوتي يكون حازم، أنا نفسي صوتي يكون ليه بصمة مميزة. زي مثلا المدير بتاعي صوته عنده ريزونانس، عنده دفء في صوته، عنده عمق، عنده ليدرشيب في صوته، حس إن هو صوت قائد. وتعلم ده معانا، احنا بننزل نصايح كتير قوي وكلها عملية، انت لو طبقتها ومشيت عليها الفترة هتلاقيها بدأت تكون اوتوماتيك جوه جسمك. اعمل ريبروجرامينج، اعاده برمجه لصوتك الداخلي، واعاده برمجه للسلوكيات اللي انت بتعملها. لان الناس الخجوله او الناس اللي بتخاف تتكلم او الناس اللي بتخاف تاخد قرار ليهم سلوكيات بيعملوها داخل جسمهم. بمعنى ايه؟ اللي بيخاف تلاقي جسمه دايما فيه تايتنس، جسمه دايما منغلق. ابدا اتعلم البادي لانجوج، ابدا اتعلم اللغه الواثقه في الجسم، لغه الجسم، ابدا اتعلمها، ابدا اتعلم ده. نروح لثالث نقطه، تيك اكشن. ابدا خد افعال صغيره، بيبي ستيبس. دايما انا بؤمن بطريقه كايزن. طريقه كايزن اليابانيه بتقوم على ايه؟ انك كل يوم تقوم بعمل صغير يوصلك للهدف بتاعك. يعني انا عايز اصير بروفيشنال بابليك سبيكر، عايز اكون حد متحدث قائد. ليس كل متحدث قائد، ولكن يجب ان يكون كل قائد متحدث جيد. مش كل اللي بيتكلم لازم يكون قائد، ولكن القائد لازم يكون بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يخاطب جمهوره كويس، بيعرف يأثر عليهم، بيعرف ان كله امباكت، كله تأثير كبير. فابدأ خد بيبي ستيبس. ابدأ كل يوم هطبق تمرين تنفس، هطبق تمرين جراوندنج، واحنا عندنا التمارين دي كلها حاطينها على الصفحة، وان شاء الله بإذن الله نعمل لكم تمارين اكتر واكتر. تمرين الجراوندنج انك تقف مستقيم ثابت بقوة، منفتح على الآخر، وكمان حركات جسمك تكون فيها انفتاح. يكون عندك open palms، يعني ان اليدين تكون او راحة اليد تكون مفتوحة مش منغلقة. ويكون عندك كمان facial expressions، تعبيرات للوجه تتناغم مع الرسالة اللي بتقولها. يبقى هنقول take action، اعمل preparation. كمان كل يوم اقف قدام المراية 3 دقايق، اتكلم في اي موضوع، اي موضوع انت حابب تتكلم فيه. رابع نقطة انك توقف الصوت الداخلي ده، انك to embrace the imperfection، احتضن عدم الكمال. كتير من الناس يقول لك انا لو ما وقفتش اتكلم ساعة بثقة انا كده مش متحدث واثق من نفسي. ان شاء الله تتكلم دقيقة، ان شاء الله لو حصل اخطاء تعد لنفسك الانجازات، مش تعد لنفسك السيت باكس. ما تعدش لنفسك الوقعات بتاعتك، لا، ابدا عد انجازاتك حتى لو صغيره. والله النهارده انا اتكلمت مع صديق ليا، اتكلمت بانفتاح. والله النهارده اتكلمت مع مديري بصوت قوي وعميق. والله النهارده بدات اطلب من ابني او بنتي بطريقه فيها يعني حزم مع كمان حنيه او مع دفء. كتير حلو انك تبدا تعد انجازاتك. الناس الكماليه او الناس اللي عندهم البرفكشن عالي او الناس الهاي بيرفورمر قوي اللي بيحبوا الاداء وبيحبوا الانجاز، هتلاقيهم لو غلط في حاجه واحده وعمل 9 حاجات حلوه تلاقيه بيقول لنفسه انا فاشل. فلو سمحت يعني تاخد كام من 10 انك تتكلم بثقه. لو 8 او 7 او 6 ده عظيم جدا كبدايه، او لو 5 كمان عظيم جدا كبدايه. لكن ما تقولش انا لازم 10 من 10، يا اما بلاش. اخر ستيب معانا او اخر تقنيه في علاج الصوت الداخلي السلبي، imposter syndrome. وعايزه اقول لك ان الامبوستر سيندروم او متلازمه المحتال عند كتير مننا. يعني ايه متلازمه المحتال؟ متلازمه المحتال دي معناها انه ناس كتير عندها كفاءه شايفه ان هي لا تستحق المكان اللي هي فيها، لا تستحق اهتمام الاخرين، لا تستحق النجاح اللي هي فيه. وعلى فكره جابوا لاعبين للتنس واعترفوا على نفسهم ان عندهم الامبوستر سيندروم او متلازمه المحتال. قالوا انا اصنف من ضمن 10 في العالم، بس انا حاسس ان انا لسه مش انف، حاسس ان انا لست كامل، انا مش راضي عن نفسي. ودي بتبقى سمة الناس اللي عندها حب للإنجاز، حب للكفاءة، وبيكون لها جذور من الماضي، بيكون لها جذور من الأهل. لو حد اتربى في بيئة قاسية أو حد اتربى في بيئة عنده هاي ستاندردز، يعني ممنوع إنه يغلط، ممنوع إنه يجيب درجات أقل من الامتياز، ممنوع إنه يريح يرتاح، لازم يشتغل بشكل 24 ساعة، لازم يكون أفضل من أقرانه، هتلاقيه عنده الامبوستر سيندروم. لقوها عند مايا أنجلو،
ودي كاتبه كتبت 11 كتاب وخدت يعني جوائز عالميه، بس كانت دايما تقول انا حاسه ان انا وصلت له انا لا استحقه. ألبرت أينشتاين برضو قال أنا مش عارف ليه كل الاهتمام باللي أنا عملته، مع إن ألبرت أينشتاين من العلماء اللي غيروا مجرى التاريخ. إنك تبقى عارف إن الناس الشاطرة قوي هي اللي بيجي لها النيجاتيف انر فويس، بس لازم تعرف تعامله، لازم تعرف تتعامل معاه، لازم تعرف تهندله، والا لو سبته يتحكم فيك هيقلل ثقتك بنفسك، هيضيع منك فرص كتير. طبق الاربع تقنيات او طبقي الاربع تقنيات اللي احنا ذكرناهم، هتلاقي انه شويه بشويه الصوت ده بيخفت، وبتبدا تعيد برمجه تاني الصوت الداخلي القوي عندك، وهتبدا تتدرب على تقنيات. يفضل انك تكون مع مدرب عشان يعمل لك ايفالواسيون او يعمل لك تقييم، يقول لك والله انت اتطورت هنا. لان احنا لما بنقيم نفسنا للاسف بنقيم نفسنا بطريقه سلبيه مش بطريقه موضوعيه. بنقيم نفسنا لو احنا غلطنا بس ما بنشوف الصح، ما بنشوف احنا عملنا قد ايه صح. لكن لو انت عايز تقيم نفسك بطريقه موضوعيه زي الكوتش اللي هيقيمك، شوف انت عملت ايه ايجابي وعملت ايه سلبي، ابدا اكتب انجازات حتى لو صغيره. انا النهارده وانا بجيب من السوبر ماركت اتكلمت حلو، قولي لنفسك انا اتكلمت كويس مع السوبر ماركت. النهارده اتكلمت عملت برزنتيشن، كان عندي خطا واحد بس كان عندي 9 نقاط صح. ابدا اتكلم مع نفسك بطريقه ايجابيه وكانك صديق لنفسك، ما تكون هارش على نفسك، ما تكون قاسي، لان القسوه على النفس بتزيد الامر سوءا. ده علاج النيجاتيف انر فويس. وكتير من الناس بتيجي تقول لي والله انا مش عارفه اتكلم وانا طول عمري كده وانا هفضل طول عمري كده. انت لو عايز تساعد نفسك مش هتتكلم بالاسلوب ده مع نفسك، مش هتتكلم بالطريقه دي. ان شاء الله باذن الله مكملين معاكم اسئله متابعينا. لو ليك اي سؤال اكتبه لنا في كومنت، واحنا ان شاء الله باذن الله هنجاوب عليه في اقرب وقت، ونشوفكم دايما بكل الخير والحب.